في الحديث عن أم البنين سلام الله عليها نسأل هذا السؤال: ما الذي خلدها؟ ما الذي خلد ذكر أم البنين؟ أم البنين شخصية كل العوامل والأسباب تؤدي إلى خفاء ذكرها. أكو شخصيات بالتاريخ بحسب طبيعة التاريخ إذن المفروض الشخصيات ينمحن ولا يبقى لهن أثر. شلون؟ واحدة منهن أم البنين سلام الله عليها. أولا أم البنين امرأة، وتعرف أنت المرأة في المجتمع العربي شنو موقعها. ثانيا أم البنين زوجة أمير المؤمنين، زوجة علي بن أبي طالب، وهذا يكفيها عند السلطة الغاشمة عند الخلافة الأموية ذنبا. عند الحكم الأموي هو أكبر ذنب الانتساب إلى علي، هذا ذنب لا يغتفر، كما نلاحظ أن في تاريخ الأمويين هذه القضية مذكورة، أن الذي ينسب إلى علي من شيعته ومن أهل بيته أول ما أصنعوا بهم امحوا أسماءهم وامسحوا أسماءهم من الديوان. يعني بالديوان لا تبقوا لهم اسم، يعني شنو؟ يعني لا تعتبروهم من المسلمين. هذا الذي ما يذكر بالديوان يذكر بالتاريخ، هذا يعتبروه خارج بعد. ثاني شيء لا تجيز لهم شهادة، وفي بعض النصوص اهدموا عليهم دورهم. هذا بالشيعة، فكيف بامرأة تنسب إلى علي سلام الله عليه. ثالث خصوصية في أم البنين هو انتسابها إلى كربلاء، انتسابها إلى عاشوراء، وهذا أيضا يكفيها. عند الأمويين لعنهم الله أن امرأة في كربلاء وبيت في كربلاء خرج منه أكثر عدد من شهداء كربلاء من أسرة واحدة ومن بيت واحد. أكثر عدد من الأبناء خرجوا من هذا البيت، أكثر عدد من الشهداء خرجوا من هذا البيت. ما عندنا احنا بيت في كربلاء قدم 4 شهداء، هذا يسجل. وأي شهداء؟ أي شهداء؟ قادة معسكر الحسين، إخوته رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم، مو شهداء عاديين، أبطال. ترى أخوة العباس مو قليلين، كل واحد منهم قائد، كل واحد منهم بطل، كل واحد منهم يعادل معسكر. طبعا العباس له اليد الطولى وله السبق في ذلك. هذه البطولات التاريخ يسجلها، هذه البطولات لا تمحى. زين، ما الذي خلد أم البنين إذن؟ شلون أم البنين؟ شنو اللي خلدها؟ فيها الكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه نكتشف الذي خلد أم البنين. إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. أم البنين كما ذكرنا ليلة أمس من بني كلاب، من بني عامر بن صعصعة، كلابية عامرية. لكن هذا الانتساب وهذا الشرف الذي حازته أم البنين حازته بطاعتها لإمامها، حازته بطاعتها لوليها. أم البنين في قضية عاشوراء هي أبرز مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله:
أحب الله من أحب حسينا. بس احنا نحب الحسين سلام إن شاء الله، كلنا نحب الحسين، لكن أكو واحد يقدر يدعي أنه قدم للحسين ما قدمته أم البنين؟ لأن لازم أكو كما يقال قول وفعل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هاي المودة، هاي المحبة، أننا نجتمع بعد 14 قرن من واقعة كربلاء لامرأة منكسرة، مهضومة مظلومة محاربة. ترى نساء بني هاشم ونساء آل البيت حوربن بعد واقعة عاشوراء. مو تتصور سهل كان الأمر، إقامة المأتم على أبنائهم، إقامة العزاء على أبنائهم. أنتم عشتم هالحالة، كلكم عشتوها بالعراق أيام الطاغية المقبور. إذا واحد يطي شهيد يقدر يقوم بفاتحة، يقدر يذكره، فكيف شخص مثل أم البنين ومقدمة 4؟ لذلك ما عندها طريق إلا أن تأتي إلى البقيع، تيجي إلى البادية إلى البقيع، يقول ترسم قبور، ترسم قبور بيدها، تجلس عند تلك القبور وحده، ما تجي ما تدعو أحد، ما تقيم مجلس. يقول وحد قاعدة. يا أم البنين ترى هذه المجالس التي تقام اليوم وفي كل مكان وفي كل بقعة، ترى هذه المجالس جزاء تلك التضحية والفداء والصبر على المصيبة والشكر على المصيبة. هذه المجالس تقام ليس جزافا، هاي حكمة إلهية.